بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده. طبعا اول حاجه هنبتدي بيها مبروك 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 للنادي الاهلي وكل جماهيره. الحمد لله الماتش كان جميل جدا. الواحد كان قلقان الصراحه بعد ما الزمالك انسحب وبيراميدز هو اللي كان هيشارك في الماتش. الواحد كان قلقان من اهميه الماتش اللي هي قلت وبتاع وكده. بس الصراحه بيراميدز عمل ماتش جامد جدا معانا، والحمد لله كسبنا عن جدارة واستحقاق. والنهارده نجوم كتير جدا في الماتش. عندك كهربا لما نزل عمل حالة جامدة جدا، وحسين الشحات. وانا مبسوط جدا من مستوى مروان عطية، ثابت ثابت. احمد القندوسي عمل ماتش جميل جدا. الاهلي النهارده الصراحة هو مستواه في الشوط الاول ما كانش قوي، بس الشوط التاني رجع الاهلي تماسك وكان هدد مرمى الشناوي وكان قوي جدا. الاهلي عمل النهارده مباراه كبيره كبيره هو وبيراميدز الصراحه. مباراه تليق بالسوبر المصري. واعتقد ان كل المشككين النهارده سكتوا خالص واتخرسوا. الحمد لله على نعمه الاهلي، الحمد لله على نعمه البطولات، الحمد لله على اللي احنا وصلنا له. الحمد لله. عندنا لسه في بطولات تانية، الحمد لله دي مش آخر بطولة. لسه في بطولتين قدامنا، بطولة الدوري احنا لسه ما حسمناهاش بشكل رسمي. أول ما نحسمها رسمي يبقى نقول ألف مبروك والحمد لله. عندنا قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا مع نادي الترجي إن شاء الله يوم الجمعة الجاية. في نقطة هتفرح جمهور الأهلي جدا، إن نادي الترجي الاتحاد الأفريقي طلع قرار النهاردة خلاص إن هو هيلعب بدون جمهور لمدة 4 مباريات، منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ. يعني هيلعب مباراتين بس بدون جمهور و300 ألف دولار غرامة، وتهديد إن لو حصل أي حاجة خلال ال 12 شهر الجايين هيتمنع من الاشتراك في أي بطولة أفريقية. والحمد لله يعني القرار ده معناها ان الاهلي هيلعب في رادس يوم الجمعه الجايه بدون جمهور الترجي. ودي نقطه ايجابيه لينا جدا جدا، ان شاء الله نحقق فيها نتيجه ايجابيه باذن الله ونوصل للنهائي الرابع على التوالي ان شاء الله. وحاجة تاني أحب أكلمها بخصوص نادي الزمالك. قناة الزمالك طالعة بعد المباراة، يعني مش بيحللوا، اقسم بالله لحد دلوقتي لحد وقتنا هذا بقالهم اكتر من ساعتين بيحللوا الماتش. ويعني قتل للحقائق من جميع الاتجاهات، انا مش عارف يعني الناس دي كانت بتتفرج على ماتش تاني ولا ايه؟ لا الماتش نجح يا جماعة، احنا عايزين نقول لهم ان الماتش نجح. الماتش نجح اكتر ما كان الزمالك هيبقى متواجد. الاهلي كان هيخلص على الزمالك بدري بدري، والماتش كان ما كانش هيبقى ليه طعم. هو طعمه الوحيد اللي هو بعد الماتش ما كنا هنقعد نحفل على الزمالك بس. لكن ككورة لا 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 خالص، ماتش اعلى فنيا من لو كان الزمالك شارك. والمشكله بقى اللي هم طالعين يحللوا ويتكلموا يقولوا احنا ما اتفرجناش على الماتش. إيه، انا ما اتفرجتش على الماتش وانا ما اتفرجتش على الماتش وانا ما اتفرجتش على الماتش. وهم عمالين يتكلموا ويقولوا شفت الحركه دي لما حصلت، شفت الكوره دي لما اتعملت، طب شفت مش عارف ايه يعني. يا لهوي على الكدب، بعين عينك كده كدابين. معناهم اللي هم اتفرجوا على الماتش بيقولوا تفاصيل جوه الماتش، انتوا متخيلين؟ يا لهوي على دي ناس، الواحد مات على نفسه من الضحك. انتوا تخيلوا اللي انا يعني قلبت قلت ايه، كنت بقلب القنوات فجت ايدي على قناه نادي الزمالك لقيتهم بيتكلموا على الماتش ولقيت الكلام ده بيحصل قدامي، انا فطست على نفسي من الضحك. فطست على نفسي من الضحك، ناس مريضه بطريقه. يا نهار ابيض يا جماعه. ضحك قناه الزمالك كانت بتقدم ضحك والله، ولسه لحد دلوقتي شغالين ضحك. يلا الحمد لله. الف مبروك لكل الاهلاويه والف مبروك للنادي الاهلي. وان شاء الله خلاص النهارده نقفل بقى الصفحه ونفتح صفحه الترجي من بكره باذن الله. ميعادنا في قبل النهائي في رادس يوم الجمعه الجاي بدون جمهور الترجي، وان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه. والف مبروك للاهلاويه كلهم، والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي وجهازه. ويلا ان شاء الله باذن الله باذن الله من بطوله لبطوله واحنا وراكم يا ابطال. سلام عليكم.